السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور اسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، سؤال كان من احدى الامهات ابنها عنده 4 سنين وكانت بتديله مخفض حرارة بكثافة عالية جدا وادوية قد تكون مؤذية او قد تكون بزيادة عاملة مشكلة. وسألتني طيب يا دكتور، هو ايه الحاجة السيف او الحاجة الآمنة للاطفال في موضوع تخفيض الحرارة؟ رقم واحد، عشان نخفض حرارة أي بيبي أو أي طفل، الجو اللي بيعيش فيه لازم يكون جو كويس. ولا سيما إن إحنا حر اليومين دول، ممكن نشغل تكييف، ممكن نعمله حمامات مية من الحنفية، مش مية باردة ولا ساقعة ولا تلج، مش بنحب الكلام ده، مية من الحنفية عادية. ثم الأدوية يأتي دورها عبارة عن لا إما بندي حاجة من عائلة الباراسيتامول، سيتال، تمبورال، بارامول، بنادول، كل ده سيف، ما عندناش مشاكل معاه. نيجي بقى للنون سترويدال زي الايبوبروفين، البروفين والمجموعه دي، وبرده دي سيف الحقيقه، برده ما عندناش مشكله معاها. عندنا مشكله شويه مع حاجه اسمها ديكلوفينيت، اللي هي الحاجات اللي زي الدولفين والفولتارين والكلام ده، مش مشكله، لكن ليها جرعات ومقننه وسن الاهالي بيستخدموها بكميه وكثافه غير عاديه، وده مش صح استخدامه قوي، لان اذا زادت جرعته هيعمل مشاكل. النقطه الاخيره اللي احب انبه عليها، والفيديو يمكن انا قلته مخصوص عشان الموضوع ده، هي نقطه المحلول اللي بيتحط فيه باراستامول وريد او بيرفرجان. انا مش مع الكلام ده خالص. ليه بقى؟ لان هذا الكلام هل هو نهائي؟ يعني هديه للطفل هيخف ما يجيلوش حراره وبتاع؟ انت حضرتك بتروح المستشفى تركب كانولا وبيعلق محلول يحط في باراستامول، هياخد ساعه ساعتين، حراره هتنخفض وهيبقى زي الفل، هيروح يبقى 40. يبقى انا استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ ان انا نزلت الحراره، اوكي، طب وبعدين؟ طب ما انا دخلت على الوريد ودخلت مكان كانولا ودخلت على الدم والجسم والسيركوليشن الرئيسيه بتاعته بادويه بحاجات، ايه فايدتها؟ لو انا هدي حاجه تنهي الموضوع، اوكي انا معاك، تخش انفيزيف ده يعني داخل جوه الجسم، لكن ان انت تدي انفيزيف وتدي حاجات زي كده عشان تنزل الحراره ويروح يبقى 40، مش هتفرق معانا كتير. يبقى الخلاصه، الجو اللي حوالين الطفل اللي هو التكييف، التبريد، ميه من الحنفيه، كمادات، لبسه خفيف، سوائل كتيره يشربها، باراسيتامول، كمادات، ممكن نتبادل ما بين الباراسيتامول سيتال او بارامول او بنادول، والايبوبروفين زي البروفين، الكونتافيفر، المجافين، بالجرعات المسموح بيها. بلاش ديكلوفينيت، بلاش دولفين، بلاش حاجات زي كده. اطيب تمنيات لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.